السلام عليكم، شلونكم شخباركم؟ اليوم أنا وياكم فيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. نبدي الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اليوم الفيديو العيد، وشنو سويت بالعيد ووين رحت بالعيد، وكل هاي التفاصيل إن شاء الله راح نشوفها بهذا الفيديو. هاي أول شي رحنا لأهلي. طبعا أنا رحت العصر. فهذا كان العشاء مالتنا، وعاشت ايدها ماما، الأكل كان كلش طيب، وأكيد الفلفل حار. انتو تحبون الفلفل حار لو لا؟ وهنا أخويا جاب التعلولة، وهذا نص كيلو لو كيلو حب ما أعرف بالضبط. أنا بصراحة ما أكل الموطة، مو كلش أحبها، أحب بس السوفت، والباقيات ما أكلهن أبد. وهذا الحب كلش أحبه. وهنا هذي مرت خالو دازت لي إياها بيد ماما، فمن إجيت انطتني إياه. جابت لي إياها من الزيارة، كلش حلوة. أهم شي من الشخص يذكركم. وهذه الكليتشة من بيبيتي، ماما دزت لي إياها. وهنا قبل بيوم يعني صار عندي تسمم، فمن جيتهم أنا كلش مريضة. هنا ثاني يوم بالغدا، فهنا ماما قلت لنا الحرشات، وهذا الماعون مال التمن وعليه سمك، هذا من عيالي، يعني الباقيات من عيالي. بس الحرشات ذني من ماما يعني. وهنا بالليل رحنا البيت خالو نعايدهم، فخطية اللي بينا على العشاء، وكان كلش طيب. وهنا هم من مرات خالو، هي كانت مريضة واحنا رحنا نشوفها وهم نعايدهم، فدزونا توصيل. وعاشت ايدهم، والله الاكل كان كلش طيب، بس انا مثل ما قلت لكم كان عندي تسمم، فما قدرت اكل اي شي من الموجود، والله يزيد ويبارك. وهنا مرات خالو خطية خلت لي باللفة شيش كباب لحم، وشيش كباب دجاج مثل ما تشوفون. بعد قلب رب لا يحرمني منها. وخلت لي بالعلاقة همين هذن الفواكه. قالت لي انتي ما اكلتي هاي حصتك، حتى لو تاكلينها بالبيت. وهنا اكيد العيدية، هنا اعطوني عيدية 10,000، فانا خليتها بالفيديو يعني هاي للذكريات. وهاي انا اغلب الاوقات مرات اقعد اشوف الفيديوهات، يعني من اكون ضايجة او ما عندي شي، فاقعد اتونس بيهن الصراحة. وهنا بالليل رحنا الاهل ماما. هذا ثاني يوم العيد طبعا. وهاي التعلولة دزوناها خطية. هنا كانت بعد خالاتي ما جايات، يعني كانت بس وحدة جاية. وأنا همين ما قدرت أكل أي شي، مجرد هاي الروبة دزولي إياها وأكلتها، لأنه تسمم ما أقدر أكل أي شي. وكان تسمم كلش حاد. ورجعنا فهاي ثالث يوم العيد، فماما سوت هذا الأكل وعاشت إيدها، والله كلش طيب. هنا يلا قدرت آكل، وأكلت لفة ماصاج، وبعد ما قدرت آكل أي شي. فتغدينا وكملنا، ورحنا البيت جدو أهل ماما. وهنا فتحنا على الصالون، اجني خالاتي كلهن وقعدنا. عندي يعني خالتي يعني هي تعرف بهاي السوالف مال الصالون، حفافة، شميع، صبيغ، ميش، قص شعر، يعني حتى تاتو، يعني هي كلها تعرفه. فهنا فتحت بينا الصالون خطية، وكلش تعبت، الله يحفظها. فهنا بالأول قصرت شعري، وبعدين ردت صبغته،
وكلش عاشت ايده، طلع اللون كلش حلو وخطية. رجعت حفت لي، يعني هي فتحت بينا الصالون بعد، يعني مو بس إلي أنا وخالاتي. وهنا بالليل جدو جاب لنا لفات خطية ومقبلات وياهن. هنا احنا نحب اللفات الفلافل. طبعا هو ما يدري بيه دا يصور اليوتيوب لأنه ما يحب هاي السوالف، بس قلت له هنا داخذ فيديو للذكريات. وهنا أنا أخذت أقل من نص لفة لأنه ما أقدر آكل صراحة. وعاشت إيده كلش طيبات. وأكيد وياها بطل بيبسي. لفات الفلافل ما تصير طيبة إذا مو وياها بيبسي. انتم شو تقولون؟ وتدرون هو شنو أكثر شي أحلى؟ يعني هي لمة العائلة، يعني حتى لو شي بسيط تحسونه كلش طيب وأجواء حلوة، هي باللمة مو بالأكل. وهنا بالليل أخويا جاب التعلولة، بعد قلبي الله يحفظه إن شاء الله. احنا التعلولة مخلينها عالية، يعني بدون ما نقله هو يجيب العلاقة ويجي. ولهنا يكون الفيديو خلاص، أشوفكم بالفيديوهات الجاية، مع السلامة.